السلام عليكم ورحمة الله. معاكم أخوكم رامي. تعال نتكلم شوية في الكورة. تعال نتكلم النهاردة على ماتش الأهلي وحرس الحدود اللي لسه خلصان دلوقتي. بصراحة هو الشوط الأول شوط غريب شوية، شوط تحس إن هو هادي، رتمه هادي، أنت بتكسب بسهولة، بتجيب جون من غلطات دفاعية، جون من ضربة ركنية في لخبطة دفاعية، جون من كرة مقطوعة تردد بجون عليهم. مفيش جمل متحفظة، إمام مش مفيش تفاهم بينه وبين شرقي، مش عارفين يوصلوا بعض. الكرة مش ماشية معاهم. بن شرقي بيمر برضك بفترة الكرة مش عاوزاه، الكرة مش حباه، مش ماشية معاه، أو هو لسه ما وصلش للفورمة بتاعته. إمام عاشور النهاردة بيحاول قوي كتير في الشوط الأول، بس برضك مش ماشية. تجيب 2-0 في الشوط الأول وتطلع بماتش هادي، الفرقة اللي قدامك ما بتحاولش كتير عليك، ما عندهاش أنياب هجومية، مستسلمة للموضوع. هوب بتنزل الشوط التاني تحس إن اللعبة دبت فيها الروح، تحس ان الموضوع اختلف، من مش من موضوع جوان بقى، مش موضوع اهداف دخلت، لا، اللعيبه نفسها تحس ان هي بقى في روح فيها. ونزول العش ونزول النهارده علي معلول، طبعا يا جماعه ده بجد انا واحد من الناس مبسوط قوي نزول علي معلول. وكلنا شفنا، يعني انا شفت علي معلول النهارده من ساعه ما نزل، مع كل لمسه ولمساته كلها يعني على الجون. الهدف اللي داخل بتاع حسين الشحات اللي امام عمله هو اللي بديء، وهو اللي كان رايح ينهيه، بس امام سبق وعملها لحسين. التغييرات حلوة النهاردة، عماد النحاس موفق في تغييراته. واللي ساعدنا برضك عشان برضك ما نخدعش في موضوع المشكلة الدفاعية اللي عندنا، إن الحرس ما كانش بيهاجم، عشان بس إيه، الخمسة صفر ما ياخدوناش وبتاع. لا، برضو الأهلي لسه ما بيتحط قدام فريق بيهاجمه بتبان المشاكل الدفاعية، حتى لو كان فريق أقل منه شوية، برضه بتبان خطورة قد ايه الهجمات عليك من غلطات دفاعية عندك. فانت برضك لسه في الدفاع عندك في حاجات عاوزة تتظبط. النهاردة ما بانتش، عشان خاطر بس الحرس ما هجمكش، ما كانش بيهاجم، ما كانش ليه اي تواجد هجومي النهارده. هو الحرس كان مستسلم تماما، مش عارف يطلع بالكوره، مش متحفظ حاجه، لسه جهاز فني متغير، عنده دربكه شويه في الجهاز الفني، فمفيش كلام متقال. اللعيبه كلها تحس بتلعب فردي قوي، فالموضوع كان مخليك بتلعب مرتاح. وطبعا لازم نرجع ونقول متشكرين لفاركو، واول تعثر لبيراميدز ان شاء الله، وان شاء الله الدوري جاي. وانا بصراحه كده متخيل سيناريو كده البيراميدز يعني جميل. هو دلوقتي الناس كلها كانت بتتكلم من مفيش من يومين ثلاثه بعد ما وصل البيراميدز للنهائي، ان بيراميدز دخل على ثلاثيه تاريخيه، وان بيراميدز، وممكن الناس ممكن تفوجئ في لحظه ان بيراميدز بيخسر الدوري والاهلي بياخده، ان بيراميدز بيخسر النهائي من سان داونز ويكسب الكاس. مش مهم يكسب الزمالك او الزمالك يكسبه، مش هتفرق كتير، هما الاثنين ولاد عمية. فاللي هو تتدمر الثلاثيه ويتدمر الطموح، والعياط اللي احنا شفناها في الماتش اللي فات بتاع وصولهم للنهائي، وتحس ان هم عبروا القناه وبتاع. ف انا اتمنى لهم هذا السيناريو بصراحه يا جماعه بعيدا عن اي حاجه. واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي.